هعمل لك ازاي تكسب في البورصة المصرية ربح مضمون من 50 ل 60% في أقل من كام يوم. 3 4 أيام بقى عندك فرق الرقم اللي بحكي عليه. شركة عز الدخيل أكبر منتج للحديد في مصر، حديد الصلب في مصر، قررت فجأة إنها تخرج من البورصة. قرار من مجلس إدارة وتم الموافقة على الكلام ده من قبل هيئة البورصة المصرية. طيب إيه السبب اللي يخلي عز الدخيلة تخرج من البورصة؟ مالناش دعوة، إحنا لنا دعوة إن عز الدخيلة قررت هتخرج من البورصة. طيب أنا كمستثمر في عز الدخيلة ما اشتريتش فيها حاجة، ولكن أنا كمستثمر في عز الدخيلة مش عايز أخرج من الشركة. فإيه الحافز اللي الشركة تديهوني عشان أخرج منها وأبيع لها السهم بتاعي؟ الحافز ده يا باشا هو ربح مقداره 52.4% لسعر إغلاق يوم 9/7، اللي هو كان في حدود 820 جنيه 800 جنيه، في الرينج ده. حضرتك لو كان معاك عايز الدخيلة من قبل التاريخ ده فأنت تكسب في حدود مثلا 60% من سعر السهم. إزاي؟ عايز الدخيلة يوم 9/7 كان سعره بيتراوح من 780 جنيه ل 822 جنيه، 2.5% فرق، فمش موضوع كبير. فجأة يوم 10 يوصل سعر السهم 978 جنيه، يعني زيادة 19%. يوم 12 يوصل سعر السهم اللي هو النهاردة إلى 1162 جنيه. طب ليه بيحصل الفرق الكبير دوت رغم إن الشركة قالت هبيع والناس اللي معاها السهم هتكسب 1250 جنيه أو تاخد 1250 جنيه على السهم اللي سعره أصلا 780؟ ليه حصل كده؟ حصل كده لأن المضاربات. طبعا أنت واحد كده كده لقيت زبون هيشتري منك السهم سعره 1250 جنيه، وقدامك سهم معروض ب 1150 جنيه، ففي فرق 100 جنيه سعر. فانت لو معاك هتخش عشان تكسب ال 100 جنيه سعر. فهو ده اللي بيحصل. فاللي بيحصل ان السهم بدأ ينط نطات تدريجية وكبيرة وفوليوم عالي بسبب، الفوليوم العالي ده نتيجة للطلبات الكبيرة اللي حصلت على السهم. لو بصينا على الصورة ديت هنلاقي السهم فجأة يوم 10 يوم 11 طلع بفوليوم عالي جدا بفرق 19%، واليوم من 11 ل 12 طلع ب 19% تانية. فده فرق كبير جدا. الفرق ده ناتج عن طلبات الشراء الكبيرة، طلبات الشراء الكبيرة للاستحواذ على حصص المساهمين الصغيرين عشان الكبار يحققوا الأرباح بتاعتهم. دمتم بخير.